السلام عليكم خوتي أزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفيناكديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي في كل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. وما ننساوش تحية عاطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم تابعة لآخر فيديو اللي تكلمنا على ترشح السنغال لكأس افريقيا 2027، وما هي حظوظ الجزائر في 2027. قلنا حظوظ 2025 هي حظوظ شبه منعدمة، وعندنا كما يقولوا حوالي 60% أو 50% كوتي سنغال ممكن، ولكن بنسبة كبيرة المنتخب السنغالي أقوى في الكواليس. هنا ما نتكلموش على الامكانيات، نتكلموا قضيه تاع كواليس. افريقيا هي لو ريزو وهي شامبيون دي مون تاع الكواليس، ما تكولش ريح في ظهرك. اليوم نتكلم ان شاء الله هل الجزائر اخطات استراتيجيا في ترشحها ل 2025 و 2027؟ ما هي الاسباب التي رجعت كل دول افريقيا تريد ان تفوز بالكان في الوقت اللي الجزائر تكون مرشحة؟ لو كان الجزائر كانت قوية دبلوماسية رياضية، لو هذه البلدان لم تترشح وكما يقولوا أفسحت المجال للجزائر بأن تكون هي المرشح الأبرز. نقولوا كوتي ماروكان قضية سياسية، المغرب ترشح نكاية في الجزائر باش يفوز عليها، هذه مفروغ منها وانا سامعينها والمغاربه عجبتهم، وحنا على بالنا باللي المغرب لو لم تترشح الجزائر، المغرب لن يترشح ل 2025. المغرب يريد الترشح لكأس العالم، عنده أولوية، ولكن قال لك حاب نهزم الجزائر دبلوماسية رياضية، وهم غادي يردوها دبلوماسية هزيمة سياسية. من حقهم يقول باسكو أنا بالنسبة لي من تكون هزيمة باش ترشح للكان لازم تكون عندك ضمانات تاع دولة وضمانات تاع حكومة. ومين تشوف الكوتي الجيريا انفيستا في الشان وانفيستا في الكان 2017 من بعد ما يعطوكش 2025، انا نعتبرها باللي كارثة وتكون هزيمة رياضية وايضا سياسية، لانهم سمعوا للاتحادية فاشلة. ما على باليش كوتي بوليتيك تاع الجزائر علاش راه يسمع لهذه الرؤساء الفيدرالية الهايشر، ولكن حتى الدولة تتحمل المسؤولية الكبيرة، لأنها هي من عينتهم، هي من زكتهم كما يقولوا وسمعوا لناخب وطني جمال الماضي الذي طالب بتعيينهم وعدم ترشح روراوة أو أي مقرب منه. الغلطة الأولى اللي قام بها مسيو زبزاف جالية عصابة سيدي موسى، تكلمنا عليها في شهر أكتوبر الماضي لما قالوا بلي غينيا رسميا لن تحتضن كان 2025. خرج زبزاف مع وزير تهيشير وزير الرياضة الخرشف سبقاق ليبوك، وخرجنا في 1 أكتوبر يوم قرعة الشان، قال لك الجزائر تترشح رسميا للكان 2025. كانوا مازال ما فتحوا الملفات تاع الترشح، ملفات الترشح فتحوهم حوالي 15 أكتوبر، ونهاية أجل الترشح هو 15 نوفمبر. كان عندنا الوقت. علاش حنا قبل ما يفتحوا ترشيحات نقولوا غادي نترشحوا رسميا؟ وزبزاب قالها في الأوبرا هذيك في التيراج وصور، حمات له الفرفارة والجاجايب ومن نوع خلع، باسكو عمره ما حضر عفسه كيما قالك صاي الجزائر وصلت. قلنا لكم النوع يا جماعة صاصبي بانقر، لازم احنا نقروا استراتيجية. دروك في حالة انسحاب الجزائر من كان 2025 ستكون هزيمة سياسية. في حالة قعدنا في السباق تاع 2025 والمغرب تفوز تكون الضربة ضربتين. احنا كون جينا نفهموا ما نحطوش ترشح تاعنا في اكتوبر، تكلمنا هذاك نورمالمون نقعدوا حتى اخر اجل ونشوفوا شكون اللي مترشحه. لا شفنا المغرب مترشحه وفلان مترشح، يا خاوة انا ما نجمش نترشح باسكو اللوبي المغربي قوي في الكاف وعنده الناس اللي تفوتي معاه، وما نترشحش نقعد نبيع بقيمتي.
ما نقولوا غادي نترشحوا، ما نخلي الاعلام يهاشر روحه، ما نترشحش باسكو على بالي بلي غادي ندي صفعه. ولكن ما سمعتوناش وترشحتوا قبل ما يحلوا الترشيحات، وتكلمنا قلنا لكم بلي غلطتوا، تايمينغ ماشي وقتها تنعلنوا الترشح نعلنوه في اخر اجل. من شو اللي ارتيست يعلن اخر اجل هو اخر يوم تاع الترشحات. قرا التيرا، قرا الكواليس، شتها مليحه، حط تمشي مليحه، ما نحطش، ما نوليش ما نصغرش روحي صح. فات يا زمان غلطنا منا قلنا بلي الكاميرا هي على عبد المسك. جات هذه تاع 2027 جا ماسونغو اونبا ومعاه موسيبي يزعقوا عليكم، يدخلوكم في ليبياج. رحنا قال لك حلوا الترشيحات تاع 2027، رحنا الاولى حطينا الدوسي بلي حنا غادي نترشحوا 2027. بصح علاش حطيتو؟ علاش قلتو ما نترشحش؟ حتى اليوم نحط 23 ماي دي اخر اجل، اليوم داني ديري 23 نحطو نقول باللي سي بون غادي نترشح ونيغوسي مع السنغال ونيغوسي مع فلان، انت ولا نتوما خلونا نحطو ديروا كولاسه تاعكم وما تدخلوش في احراج. ولكن لا، حنا الوالا وخرجت في الورقه، حنايا بوتسوانا كينيا اوغندا وتنزانيا، حنا الوالا. ماك السنغال جا دار الكان تاعه، ربح كان تاعه U17، ما بغاش يربح مع الجزائر، هو الدوسي موجده امريكله، ما حكى ما هضر، معلومه ما خرجت الاعلام ما والو، جا دخل بلاده دا كوب تاع السنغال، داها مع كوب دافريك السنغال. يومين قال لك الوزير الاول والمدير الرياضي ليوبار جيرمان راح حط دوسي في القاهره اخر اجل في اخر اجل باش حطها عنده ضغط. شوف الناس كي تقراها، السنغال قراها اخر اجل، السنغال ولو يكونوا خير منا يعرفوا التايمينغ تاع تحط كونديداتير تاعك ومشيو زبزب لوحوا. ما انتوما جبتوا بزاف، تحملوا المسؤوليه. جميع اللي جاب بزاف وشارك في الانتخابات ودار معاه تحملوا المسؤوليه تاعكم باللي راكم مدخلينها في حيط. الصفعات تتوالى وما زالت تتوالى باسكو تسمعوا لنا زوات ناخب وطني متعجرف ومتهور وراه دخلنا في حال. علاش احنا نترشحوا 2027 وحنا الاولى؟ اقعد النهار التالي كيما اليوم السنغال قاعد النهار التالي. السنغال شوف قرا التايمينغ مليح، قال لك انا ما نربحش لاعب مع الجزائر، ما نقولش في الشامب اللي غادي نترشح. فات الشهر جات الكان U17 اقل 17 سنه، ما حكى ما هضر ما حوس، قضى اموره، قال شوف لي زاجينيان، شاور لبلاده، ارسل ديريكتور سبورتيف تاعه، قال روح حط لا كونديداتير. الحكومه تاعهم ما هضرت باش حنا ما نضلوش نسقسوا فيه ونهبلوا فيه في الجي. دونك خدموا بينا، درنا لهم دو كومبيتيسيون بصحتهم، ودروك حنايا رانا نشوفوا بعينينا. وزيد حسب المصادر تاعي من كواليس الكاف قال لك تصريحات بزاف هي اللي زاد شحنت الناس كاع، شحنت احنا دبلوماسيه عادله غادي نكتسوهم. غادي دروك باش ما يخفاكمش، السنغال هو حليف في الاتحاديه، حليف للقجع، والقجع سيساعد السنغال. هذه ما تقالش القجع يساعدك ولا احنا صاي خرجنا لهم طاي ما تعاوني ما نعاونك. احنا القضيه تاع شعب خاوه الي روتور ما كان لا دور، بس تقالوا القجع يعاونكم ولا فنعاونكم، والله ما سمع بكم واحد. تحملوا هذا بزاف اللي جبتوه لنا ما يعرفش يسيرها. كيف انت تحط كوندي ترشح في اليوم الاول؟ يعني اقرا لي زادفيرسير، نيغوسي معاهم، انا نحط ما نحطش تاك شفتها مليحه، ما نحطش 25، ما نحطش 27، ما نحطش سيدي. على بالك باللي السنغال هو الثاني رجل قوي بعد القجع في الاتحاد الافريقي، نائب موتسيبي هو. وشفت انا في افريقيا يموت عليه الفانتينو. كاين لوبيات، كاين قراءات بزاف ما فيه والو، غير هضره والكذب. مازال من هذا ما بخاوتي نقول لكم باللي لم نقرا، ما قرينا والو، فينا غير هضره ولسان. سي بون، هضره ولسان وتبلبيل، قوه ضريبه، قوه اقليميه، قوه خرشوف عينتونا المهابيل. تحملوا المسؤوليه ونقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل كل من شارك في هذا التبادل، لان النكسات راهي جايه، بدات تجي وراهي جايه. الله يجعل الخير. تحيه لكم خاوتي. 1 2 3 فيفا لاجيري.